بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بك في فقره جديده من فقرات الكوره مع الجوكر. وطبعا يا اخوانا في الفقره دي ما تنسوش تدعوا لاخواتكم شهداء غزه وشهداء لبنان، ربنا يا رب يتغمدهم طبعا خالص رحمته، ربنا يا رب يرحمهم ويسكنهم في فسيح جنته. طبعا يا اخوانا كمان يعني مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ربنا كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعله عيد سعيد على كل الامه، وربنا مع الكل. طبعا يا اخوانا يعني بنبدأ فقرتنا بالصلاة على نبينا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وبسم الله نبدأ. طبعا يا اخوانا يعني أول مباراة أمس طبعا كانت مباراة يعني لا يعني ما خليتش من كل حاجة، مباراة كانت ممتعة. دوري الأمم الأوروبية كان جميل جدا. طبعا مفاجآت حصلت في كأس الرابطة، كأس عاصمة مصر. طبعا الليلة إن شاء الله مباراة مهمة جدا، النادي الأهلي أمام طلائع الجيش. هتبقى طبعا مباراة مهمة جدا. طبعا الأهلي بيبقى عايز يعوض خسارته، مع إن في كلام إنه هيلعب بفريق 2005، لكن حتى الآن الكلام ده غير مؤكد. كمان غدا إن شاء الله هتبقى مباريات برضو حاسمة جدا، خاصة في الملحق الآسيوي، المباراة الآسيوية، المباراة الأفريقية. طبعا بكرة إن شاء الله سهرة الساعة 9 يوم الثلاث، مباراة المنتخب المصري أمام سيراليون. مباراة طبعا هتبقى تحتضي طبعا تواجد جماهيري، محتاجة تواجد جماهيري كبير. كمان منتخب العراق في مباراة يعني مصيرية جدا بالنسبة له أمام المنتخب الوطني الفلسطيني، تبقى مباراة برضو مهمة جدا. كمان السعودية أمام اليابان هتبقى مباراة برضو مهمة جدا. كمان يعني احنا دلوقتي بس بنقول الأخبار عشان لسه ما هنخش في التفاصيل بعدين. كمان مباراة برشلونة وأوساسونا المؤجلة في الدوري الأسباني هتبقى في ميعادها، هتبقى يوم الخميس القادم إن شاء الله. طبعا بعد برغم إن برشلونة وأوساسونا قدموا التماس إن المباراة تتأجل، لكن الاتحاد الأسباني رفض هذا الكلام. وبسم الله نبدأ. طبعا يعني هنتكلم بقى على مباراة نادي الزمالك الأول، والزمالك أمام بتروجيت، وبتروجيت بيفعل مفاجأة كبيرة وبيفوز على نادي الزمالك. قلنا الكلام ده قبل كده. كابتن بيسيرو لسه برضه مقتنع 3-4-3 ما تنفعش يا كابتن بيسيرو. وقلنا اسال والله اسوري واناسيو، قلنا لا. قلنا ان حسام اشرف ما يلعبش بربع جنيه. قلنا ان شيكابالا ما يلعبش اساسي. عندك كوارث دفاعيه 3-4-3 دي لما يكون عندك توازن في كل الخطوط. شفنا الكورتين من القلب الصراحه. بتروجيت يعني عنده مكسبين، يعني عنده برغم ان هو عنده اتنين لاعيبه دوليه من منتخب فلسطين، اذا كان حمد حمدان او يونس، لكن طبعا يعني عندك يعني رضا المتولي وتوفيق محمد، لا لعيبه محترمه جدا، قدموا مباراه جميله جدا. طبعا الشوط الاول يعني كان بين الزمالك وبتروجيت، يعني ما فيش حاجه حصلت الا الكوره بتاع الهدف الملغي لبتروجيت وركله الجزاء الضيعه بتاعه الزمالك. الشوط الثاني يعني فاقوا الاثنين. توفيق محمد طبعا من تمريره حراريه جميله جدا من رضا متولي، طبعا ادرك التعادل سريعا عن طريق الزمالك، عن طريق ناصر ماهر. فرص ضايعه بعد المباراه، بعد الهدف ده قصدي. طبعا يعني في اللحظات الاخيره بيجي برضو حمزه الجمل، ولا حمزه الجمل، ايوه محمد الجمل انا اسف. وطبعا بيضع احمد فاروق الهدف الثاني وفي الوقت القاتل جدا. وبكده بتروجيت بيعزز صدارته بتسع نقاط. طبعا يعني لسه نادي الزمالك يتبقى له مباراتين او ثلاث مباريات بالكتير، وهنشوف طبعا المباراة الجاية ترسي على ايه. نيجي برضو طبعا نادي الاسماعيلي، والاسماعيلي يفلت من فخ بيراميدز. طبعا تقدم مع أدودو الجباس لبيراميدز قبل أن يتعادل مروان حمدي من ركلة جزاء، قبل طبعا أن يضع مروان حمدي لاعب بيراميدز هدف الثاني. ليه طبعا يعزز يتعادل في اللحظات الأخيرة اللاعب عبد الرحمن الدح، هو بينقذ الإسماعيلي من فخ بيراميدز. كمان عبد الرحمن جودة بيقود طبعا حرس الحدود بالفوز على زعيم الصغر الاتحاد السكندري بهدف نظيف. طبعا دي المباريات بتاعه الرابطه. طبعا كمان ما ننساش حامل اللقب سيراميكا كليوباترا اللي فاز طبعا على غزل المحله بثلاثيه نظيفه. كمان مودرن سبورت فاز على سموحه بهدفين مقابل لا شيء. طبعا دي مباريات الرابطه او كاس عاصمه مصر. طبعا نخش بقى على المباريات اللي هي لا تخلو فعلا من المتعه. طبعا يعني مباراة اسبانيا وهولندا طبعا انتهت بالتعادل
3-3 بعد ما كان طبعا مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2. طبعا اولازابال واليمين يامال يعني ما لهمش مثال الصراحة. كمان الناحية التانية منفيس ديباي، كمان كان سيمونز، ولكن ركلات الجزاء ابتسمت للماتادور الاسباني. وكمان منتخب المانيا بيتعادل في الاليانز ارينا امام منتخب ايطاليا، ويصعد مستفيدا من فوزه في الذهاب بهدفين مقابل هدف. كمان ترينكاو ورونالدو بيقودوا البرتغال وريمونتادا مجنونة جدا، طبعا بعد خسارتهم في الذهاب امام الدنمارك بيفوزوا في طبعا ملعب الدراجاو وبيصعدوا لكمان نصف النهائي. نيجي برضو لفرنسا، برضو ركلات الجزاء ابتسمت لهم بعد ان فازوا بهدفين بعد طبعا تقدمهم هدفين بالمباراة. وبكده يبقى المنتخب الفرنسي، المنتخب الألماني، وطبعا المنتخب الأسباني حامل اللقب، والبرتغالي. هنشوف طبعا مين هيقابل مين في الأربع منتخبات. طبعا هنتكلم بقى يا اخوانا عن توقيع زيزو مش توقيع زيزو للأهلي. حتى الآن مفيش حاجة رسمية، كله اجتهادات شخصية يعني. مش هنخش في تفاصيل دلوقتي، لأن حتى الآن في كلام إن فعلا ده على حسب والد زيزو، إن فعلا في مسؤولين من النادي الأهلي يعني بيقولوا كده جسوا النبض. لكن لسه حتى الآن، لأن في جلسة أخيرة هي الأخيرة بعد المنتخب بين زيزو وبين إدارة نادي الزمالك، وهنشوف بقى الجلسة دي اللي تحسم يا ترى هتجدد ولا هتروح الأهلي. هنشوف الصراحة. وأنا قلت والله العظيم الموضوع وبخ وبقى دمه تقيل قوي. الموضوع ده بقى دمه تقيل قوي الصراحة. طبعا مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك يوم الجمعة القادمة بحكام أجانب. وطبعا اتحاد الكرة خلاص يعني رسميا المباراة تبقى يوم الجمعة الجاية نصف نهائي كاس مصر. كمان برضو كمان بيراميدز عنده مباراة برضو في نفس اليوم امام البنك الاهلي، وهتبقى مباراة برضو بتحكيم اجنبي. طبعا يعني مش عارف يعني مع كل الاحترام دخل الاهلي ايه، مع دخل قصدي جماهير ايه. فده طبعا يوم الجمعة الجاية ان شاء الله نصف النهائي بتحكيم اجنبي. اتمنى يا رب ما كنتش تقلت عليكم. حافظ الله فلسطين. برضو بنهنيكم بحلول عيد الفطر المبارك. كل سنة وانتم طيبين، وربنا رب تقبل صيامنا وقيامنا وزكاتنا في رمضان بإذن الله. أترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه، ولكم منا خالص التقدير والحب والاحترام. رحم الله شهداء غزة. حافظ الله فلسطين. السلام عليكم. Go, 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 we can go right now.